السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي. معاكم ميس سارة رؤوف مدرسة دراسات اجتماعية. النهاردة هنكمل مع بعض مع الوحدة الأولى مع الدرس الثاني اللي بيتكلم عن قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة. هنكمل مع بعض النهاردة مع الدرس الثاني قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة. قبل ما اتكلم عن الحضارة المصرية القديمة محتاجة الأول اتكلم عن اللي عمل الحضارة المصرية القديمة وهو المصري القديم. عايزة اتكلم عن حياته، كانت عاملة ازاي، كان عايش ازاي. في الأول خالص المصري القديم كان عايش فوق الهضاب في مكان اسمه الكهف، كان بيعيش في الكهف. الكهوف دي أماكن في الجبال أو فوق الهضاب. طيب يبقى في الأول سكن المصري القديم الكهوف، وكان دائم التنقل، دايما بيتنقل من كهف لكهف ومن مكان لمكان. ليه بيتنقل؟ ليه؟ بيبحث عن مصدر الغذاء، اللي هي الثمار وصيد الحيوانات. فلما بينتهي من مكان بيبدأ يدور على اللي بعده. عشان كده حياته ما كانتش مستقرة، كان دائم التنقل فوق الهضاب. ليه؟ طبعا ليه قلنا بما تفسر حياة المصري القديم كانت دائمة التنقل فوق الهضاب. هقول له لجمع الثمار وصيد الحيوانات. هو ليه كان بيتنقل؟ علشان يجمع الثمار وصيد الحيوانات، عشان يوفر الغذاء. امال هيعيش ازاي؟ لازم يوفر الغذاء. تمام. بعد شوية حل الجفاف، المطر قل، نسبة المطر قل، فحصل جفاف، ما عادش فيه ثمار. وطبعا لما ما يبقاش فيه ثمار او اعشاب مش هيبقى فيه حيوانات، فبدأ مش لاقي حاجة يتغذى عليها، فبدأ ينزل من فوق الهضاب الى وادي النيل اللي هي حوالين النيل. تمام. طيب لما نزل حوالين النيل عرف الزراعة، في مية ثابتة فيقدر يزرع طالما متوفرة المياه، فعرف الزراعة. طيب لما هيعرف الزراعة هيربي الحيوانات، هيوفر لها الأكل بتاعها، فبالتالي هيعرف يربيها. يبقى الأول كان عايش في الكهوف وبيتغذى على الثمار وصيد الحيوانات، كان دائم التنقل. بعد ما حل الجفاف نزل المصري القديم إلى وادي النيل واستقر. ايه النتائج اللي ترتبط عليه لما استقر في وادي النيل؟ عرف الزراعة وتربية الحيوانات. طب خلاص هو استقر، عايز بقى مكان يعيش فيه اللي هو بيت، فبدأ يبني بيوت صغيرة من الطوب اللبن. طوب اللبن ده هو بيصنعه من الطمي بتاع النيل. تمام. يبقى الأول كان عايش في الكهوف، وبعدين لما حصل الجفاف نزل على وادي النيل واستقر وعرف الزراعة وتربية الحيوانات. بعد كده بنى بيوت صغيرة من الطوب اللبن. طيب لما أبني بيت وحد تاني يبني بيت وهكذا وهكذا وهكذا، يبقى عندي مجموعة من البيوت، بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم قرية. فبدأت تظهر القرى، قرية وقرية وقرية وقرية، وتتطور ويبقى فيها خدمات أكتر فتظهر المدينة. طيب مدينة ومدينة ومدينة هينشأ حاجة اسمه إقليم. إقليم ده زي عندنا دلوقتي كده محافظة، مش المحافظة بتتكون من كذا مدينة والمدينة تابع لها كذا قرية، هي نفس الفكرة بالظبط. والكل إقليم من دول هيبقى ليه حاكم واحد يحكمه، وعاصمة، مكان بيبقى هو عاصمة الإقليم عايش فيه الحاكم، ومعبود، لأن الفراعنة كان عندهم نماذج كتير جدا بيعبدوها، آلهة كتير عندهم بيعبدوها، والكل إقليم هيبقى ليه جيش يحميه. دي كانت حياة المصري القديم. يبقى تاني، أول حاجة كان عايش في الكهوف، وكان دائم التنقل فوق الهضاب. ليه؟ علشان يجمع الثمار وصيد الحيوانات، يوفر الغذاء لنفسه. وعندما حل الجفاف ايه اللي حصل؟ بدأ المصري القديم ينزل إلى وادي النيل. لما نزل وادي النيل ولقى مصدر مياه ثابت بدأ يعرف الزراعة وتربية الحيوانات. طب خلاص استقر وعرف الزراعة وتربية الحيوانات، هيبدأ يبني بيوت صغيرة من الطوب اللبن. وقلنا بيت جنب بيت جنب بيت هتظهر القرى، وبعدين هتظهر المدن. ولما تظهر المدن هينشأ الإقليم اللي هو بيتكون من مجموعة من القرى والمدن، ولكل إقليم حاكم وعاصمة ومعبود وجيش يحميه. طيب بعد كده الأقاليم دي كتير جدا،
فهتبدأ يتحدوا مع بعض، هيكونوا لي مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. يعني أقاليم الوجه البحري اللي هي فوق في الخريطة هتتحد مع بعض وتكون لي مملكة اللي هي مملكة الشمال، وأقاليم الوجه القبلي اللي هو ناحية الجنوب أو اللي احنا بنقوله عليه الصعيد دلوقتي هيتحدوا مع بعض ويكونوا لي مملكة الجنوب. يبقى أنا عندي مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال تضم أقاليم الوجه البحري، ومملكة الجنوب تضم أقاليم الوجه القبلي. لكل مملكة هيبقى فيه عاصمة، اتفقنا لكل مكان لازم يبقى ليه عاصمة بيعيش فيها الحاكم وبيكون موجود فيها الجيش. عاصمة مملكة الشمال بوتو. بوتو دي اللي هي حاليا مكان قريب من دسوق في محافظة كفر الشيخ. ومملكة الجنوب العاصمة بتاعتها نخب اللي هي شمال إدفو بمحافظة أسوان حاليا. يبقى تاني، مملكة الشمال هتضم أقاليم الوجه البحري، ومملكة الجنوب هتضم أقاليم الوجه القبلي. عاصمة مملكة الشمال بوتو، وعاصمة مملكة الجنوب نخب. لكل مملكة شعار، علامة مميزة ليهم، الشعار بتاعهم. مملكة الشمال كان شعارها نبات البردي، ومملكة الجنوب شعارها زهرة اللوتس. تاني، شعار مملكة الشمال نبات اسمه نبات البردي، ومملكة الجنوب الشعار بتاعهم زهرة اللوتس. لون التاج، التاج ده اللي بيلبسه الملك أو الحاكم. لون التاج في مملكة الشمال أحمر، ولون التاج في مملكة الجنوب أبيض. المعبود، معبود مملكة الشمال الحاجة اللي بيعبدوها يعني، معبود مملكة الشمال ثعبان الكبرى، ومعبود مملكة الجنوب أنثى النسر. تاني عشان هتيجي دايما في المقارنات، مملكة الشمال تضم أقاليم الوجه البحري، ومملكة الجنوب تضم أقاليم الوجه القبلي. العاصمة في مملكة الشمال بوتو، وفي مملكة الجنوب نخب. الشعار نبات البردي في مملكة الشمال، وزهرة اللوتس في مملكة الجنوب. لون التاج في مملكة الشمال أحمر، ولون التاج في مملكة الجنوب أبيض. المعبود في مملكة الشمال ثعبان الكبرى، وفي مملكة الجنوب أنثى النسر. عرفنا كده ان في مصر كان في مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، ولكل مملكة ملك او حاكم. طيب هل ما كانش فيه محاولات عشان يوحدوا المملكتين دول ويبقى مصر ملك واحد وتبقى مملكة واحدة في مصر؟ كان فيه محاولات. اول محاولة عام 4242 قبل الميلاد، والتاريخ قبل الميلاد بيقل مش بيزيد. يعني مثلا لو أنا قلت 4000 بعديها 3000 مش قبليها، العكس، يعني التاريخ بيفضل يقل 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 لحد ما بيوصل لسنة 1 ميلاديا، يعني اللي هو تاريخ مولد السيد المسيح. تمام كده؟ طيب الوحدة الأولى عام 4242 قبل الميلاد. مملكة الشمال نجحت إن هي تنتصر على مملكة الجنوب ويوحدوا مصر تحت حكم مملكة الشمال، وخدوا عاصمة اللي هي هليوبلس، دي تبقى عاصمة للبلاد كلها اللي هي عين شمس حاليا. بس المحاولة دي فشلت على طول، ورجعت البلاد تاني، انقسمت مرة أخرى إلى مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. يبقى المحاولة بتاعة سنة 4242 قبل الميلاد، مين المملكة اللي نجحت في توحيد مصر؟ مملكة الشمال. ايه العاصمة اللي اتخذوها؟ هليوبلس. هليوبلس. فشلت ولا ما فشلتش؟ فشلت سريعا، يعني ما قعدتش كتير، وانقسمت البلاد مرة أخرى إلى مملكتين. طيب المحاولة التانية والمهمة بقى سنة 3200 قبل الميلاد اهي، يعني دي كده بعديها مش قبليها. 3200 بعد 4242، التاريخ بيقل مش بيزيد. استطاع الملك نعرمر أو مينا، الاتنين أساميه، اللي هو كان حاكم مدينة طيبة الأقصر، اللي هو كانت كده مملكة ايه، شمال ولا جنوب؟ الجنوب، لأن الأقصر من ايه، من محافظات الوجه القبلي.
أو أقاليم الوجه القبلي. يبقى استطاع الملك نعرمر مينا أو مينا حاكم مدينة طيبة قديما اللي هي الأقصر حاليا توحيد البلاد. نجح إن هو يوحد البلاد تحت حكمه هو. أول حاجة عملها ما دورش بقى على عاصمة ياخدها على الجاهز، لا، بنى مدينة منفر، مدينة جديدة بناها ليه؟ علشان تكون عاصمة للبلاد، تكون عاصمة للبلاد. يبقى المدينة اللي بناها الملك مينا منفر بناها ليه؟ هيسألك بما تفسر بنى الملك مينا مدينة منفر، هتقوله لتصبح أو لتكون عاصمة للبلاد. أسس أول أسرة حاكمة في مصر، أسس أول أسرة حاكمة في مصر. التاريخ المصري القديم بيتكون من أسر، كل أسرة بتيجي تمسك الحكم، ولما بتنتهي أو أسرة تانية تنتصر عليها وتاخد الحكم بيبدأ عصر أسرة جديدة. كان كام أسرة؟ 30 أسرة حكمت مصر في العصر القديم أو العصر الفرعوني أو العصر المصري القديم. تمام. يبقى أعمال الملك مين؟ أول حاجة بنى مدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد، أسس أول أسرة حاكمة في مصر، لبس التاج المزدوج، عمل تاج مزدوج بيشمل شعار الشمال وشعار الجنوب ولبسه. يبقى لبس التاج المزدوج لمملكتي الشمال والجنوب. تاني، المحاولات التي تمت قديما لتوحيد البلاد، عندي محاولتين. أول محاولة عام 4242 قبل الميلاد، مملكة الشمال نجحت في توحيد مصر تحت حكمها وخدت من مدينة أنهليوبلس عاصمة ليها، ولكن سرعان ما فشلت المحاولة دي وانقسمت البلاد مرة أخرى إلى مملكتين شمال وجنوب. بعد كده المحاولة التانية 3200 على يد الملك نعرمر أو مينا حاكم مدينة طيبة، نجح في توحيد البلاد. أعماله بنى مدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد، أسس أول أسرة حاكمة في مصر، لبس التاج المزدوج لمملكتي الشمال والجنوب. يلا نكمل مع التاريخ المصري القديم. التاريخ المصري القديم ده طويل جدا، قلنا 30 أسرة حاكمة. شوف بقى كل أسرة هيحكم فيها كام ملك لحد ما تنتهي ويجي أسرة جديدة، فطويل جدا. فالمؤرخين عشان يسهلوا دراسته، المؤرخين دول اللي هم بيكتبوا لنا التاريخ، علشان يسهلوا علينا دراسته أو عشان يحددوه يبقى واضح، قسموا التاريخ المصري القديم إلى عصور، كل عصر ليه مميزاته وليه أسره. يبقى قسم المؤرخون التاريخ المصري القديم إلى عصور تاريخية حكمت خلالها زي ما قلنا كام أسرة؟ 30 أسرة. أول عصر هنسميه العصر العتيق، ودول لازم 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 نحفظهم كويس جدا، نحفظ كل عصر والميزة بتاعته أول حاجة اللي هنقولها قصاده. العصر العتيق بدأ بتوحيد البلاد على يد الملك مينا أو نعرمر وتميز بالاستقرار. يبقى العصر العتيق اللي عايزاك تعرفه فيه إنه بدأ على يد الملك مينا، بدأ بتوحيد البلاد وتميز بالاستقرار، بس كده. العصر اللي بعده عصر الدولة القديمة، عصر الدولة القديمة، وسموه اسم تاني، سموه عصر بناة الأهرام. ليه؟ نسبة إلى ما بنوه من أهرامات كثيرة وضخمة، عشان في العصر ده بنوا أهرامات كتير جدا، منها الأهرامات الثلاثة في الجيزة وغيرهم. يبقى عصر الدولة القديمة عايزك تعرف ان ليه اسم تاني اسمه عصر بناة الأهرام. ليه سميته عصر بناة الأهرام؟ نسبة إلى كثرة بناء الأهرامات فيه، أو نسبة إلى ما شيدوه من أهرامات ضخمة، شيدوه يعني بنوه. يبقى أنا كده خدت عصرين. العصر العتيق بدأ بتوحيد البلاد على يد الملك مينا وتميز بالاستقرار. عصر الدولة القديمة سمي بعصر بناة الأهرام ليه؟ نسبة إلى ما شيدوه من أهرام. ثالث عصر عصر الضعف الأول، كان الحكام ضعاف فالأمور ما كانتش مستقرة وبالتالي ساءت أحوال البلاد. يبقى عصر الضعف الأول عدم استقرار وسوء أحوال البلاد. تمام. بعد عصر الضعف الأول هيجي عصر تاني اسمه عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الوسطى. ليه اسم تاني؟ ليه اسم تاني، عصر الرخاء الاقتصادي. ليه سميته كده؟ ليه سميته الرخاء الاقتصادي؟ الرخاء الاقتصادي يعني كان فيه اقتصاد كويس جدا متوفر، يعني ايه؟
مميزات كتير، رخاء اقتصادي اللي احنا بنقول يعني توفر فلوس كتير زي احنا ما بنقول في لغتنا دلوقتي. سمي بعصر الرخاء الاقتصادي ليه؟ علشان الملوك في العصر ده اهتموا ببناء المشروعات في كل المجالات، وطبعا المشروعات دي بتعود بفائدة اقتصادية كبيرة على البلاد. علشان كده يبقى عصر الدولة الوسطى ليه اسم تاني، عصر الرخاء الاقتصادي. بما تفسر سمي عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي؟ هقول له حيث اهتم الملوك بإقامة العديد من المشروعات في كافة المجالات، يعني في كل المجالات. تمام. بعد كده هيجي عصر ضعف تاني، عصر الضعف الثاني. ضعف يبقى على طول هتقوله عدم استقرار وسوء أحوال البلاد. عصر ضعف يبقى اعرف على طول ان الحكام او الملوك ضعاف، فما عرفوش يسيطروا على البلد، فبالتالي حصل عدم استقرار وسوء أحوال. بعد عصر الضعف الثاني هيجي عصر الدولة الحديثة. يبقى أنا عندي عصر الدولة القديمة يجي بعدها الضعف الأول، وبعدين عصر الدولة الوسطى يجي بعدها ضعف ثاني، وبعدين عصر الدولة الحديثة. ليه اسم؟ ليه اسم، اسمه المجد الحربي. ليه سميته بالمجد الحربي؟ لأن الملوك بتوع العصر ده اهتموا بالتوسع الخارجي، بدأوا يزودوا مساحة مصر، يعملوا معارك حربية كبيرة وينتصروا فيها عشان يأمنوا حدود مصر. يبقى بما تفسر سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي. هقوله لأن الملوك اهتموا بالتوسع خارج حدود مصر، وخاضوا العديد من المعارك الحربية وانتصروا فيها. ليه؟ علشان يأمنوا حدود مصر. آخر عصر هو العصر المتأخر، والبلد عانت فيه من التفكك والاحتلال، يعني هيجي ناس تانية تحتلها تسيطر على الدولة. تمام. يبقى أنا عندي 7 عصور. أول عصر العصر العتيق اللي هو بتاع مينا، بدأ بتوحيد البلاد على يد الملك مينا وكان بيتميز بالاستقرار. وبعدين عصر الدولة القديمة اللي هم بناة الأهرامات. وبعدين عصر الضعف الأول، وبعدين عصر الدولة الوسطى اللي هو الرخاء الاقتصادي، وبعدين الضعف الثاني عصر الضعف الثاني، وبعدين عصر الدولة الحديثة اللي هو المجد الحربي، وبعدين العصر المتأخر اللي بيحصل فيه تفكك واحتلال. نوصل بقى مع بعض لإيه؟ لقيام الحضارة المصرية القديمة. عشان أي حضارة تقوم لازم يكون متوفر عندي عوامل ساعدت على قيام الحضارة، حاجات ساعدتني إن يبقى عندي حضارة أو إني أستطيع أبني حضارة. العوامل دي هقسمها لنوعين: عوامل طبيعية يعني الإنسان ملوش دعوة بيها من عند ربنا دي، وعوامل بشرية اللي هو بيعملها الإنسان. العوامل الطبيعية اللي ساعدتني على قيام الحضارة المصرية القديمة 4 حاجات. نهر النيل. نركز دلوقتي في أسامي بس وبعدين هشرح لك كل واحدة بالظبط. عوامل طبيعية 4. أول واحدة نهر النيل. تاني واحدة موقع مصر الجغرافي المتميز، اتكلمنا عنها دي الدرس اللي فات. رقم 3 المناخ. رقم 4 تنوع الثروات المعدنية والصخور. يبقى تاني، أول حاجة العوامل الطبيعية 4: نهر النيل، موقع مصر الجغرافي المتميز، المناخ، تنوع الثروات المعدنية والصخور. بعد كده يجي الدور بقى على النوع التاني من العوامل اللي هي العوامل البشرية، وقلنا دي بتاعت الإنسان. 4 برضو. أول حاجة الجيش، تاني حاجة الوحدة، وهفهمك كل واحدة يعني ايه، بس انا دلوقتي عايزاك تركز فيهم كأسامي عشان لما تجيلك في الاختيارات يبقى انت عارف 4 بتوع العوامل الطبيعية وال4 عوامل البشرية. يبقى العوامل البشرية تاني، اول حاجة الجيش، تاني حاجة الوحدة، تالت حاجة إقامة الحكومة المركزية، رابع حاجة الكفاح المصري. ناخد بقى كل عامل واتكلم عنه بالظبط. هنبتدي مع بعض بالعوامل الطبيعية. قلنا 4. أول حاجة نهر النيل. نهر النيل ده ساعدني ازاي؟ ساعد على قيام الزراعة، وقلنا أول الإنسان ما يعرف الزراعة هيستقر، لأنه هيبقى مستني يشوف نتيجة الزرعة بتاعته فهيعرف حياة الاستقرار. يبقى نهر النيل ساعد على قيام الزراعة واستقرار مصر القديم. تمام. تاني حاجة موقع مصر الجغرافي المتميز. احنا قلنا ان مصر بتقع فين؟ في منتصف قارات العالم القديم، فده يعني خلاها في النص، فده هيساعدها في التواصل مع غيرها، مع جيرانها من الدول، وبالتالي هتقوم التجارة ما بينهم بكل سهولة. يبقى موقع مصر الجغرافي المتميز ساعد على تواصل مصر مع غيرها من البلاد وتقدم التجارة.
تمام. تالت حاجة المناخ. مناخ مصر معتدل، فده هيساعدني ان انا انوع المحاصيل، هيبقى عندي محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية. وعشان المناخ معتدل، لا بقى بتيجي رياح شديدة ولا امطار غزيرة جدا، لا، مناخ معتدل. فبرضه ساعدني على الحفاظ على الآثار اللي هم سابوها لنا. المناخ ده كان ليه دور كبير جدا انه يساعدني عليها، لان لو المناخ بتاع مصر مناخ صعب، ما كنتش هعرف احافظ على الآثار بتاعتهم لحد وقتنا ده. يبقى تالت عامل المناخ ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية والحفاظ على الآثار. آخر حاجة تنوع الثروات المعدنية والصخور. ايه هي الثروات المعدنية؟ الحاجات اللي بطلعها من تحت الأرض، زي الذهب، زي الفضة. الذهب والفضة هستخدمه في صناعة الأدوات. الحاجات اللي بياكلوا ويشربوا فيها كانوا بيصنعوها من الايه؟ من الفضة أو من الذهب. الحلي اللي هو الزينة، المجوهرات، التاج اللي بيلبسه الملك، يبقى استخدمت في صناعة الأدوات والحلي. طيب الصخور بقى هستخدمها في ايه؟ هبني بيها الأهرامات دي مبنية بصخور ضخمة، وهبني بيها المعابد، وهستخدم الصخور دي وانحتها في شكل التماثيل اللي احنا بنشوفهم في الأماكن الأثرية. يبقى رابع حاجة تنوع الثروات المعدنية والصخور، واستخدمت في صناعة الأدوات والحلي وبناء الأهرامات والمعابد ونحت التماثيل. بعد كده بقى نتكلم عن العوامل البشرية اللي هم 4 برضو: الجيش، الوحدة، إقامة حكومة مركزية، كفاح مصر. الجيش لازم كل دولة يكون فيها جيش قوي عشان يحمي البلاد. لو ما عندهاش جيش، أي عدو هيقدر يهجم عليها ويحتلها. يبقى الجيش لازم يكون الدولة عندها جيش قوي يحمي البلاد. الوحدة، ايه هي الوحدة دي؟ الوحدة دي تعاون الشعب المصري كله على حماية بلده، يبقى متفق ان هدفهم الاول هو حماية مصر وتقدمها. دي اللي انا بسميها الوحدة. زي ما عملنا كده في توحيد المملكتين، بدل ما يبقى مصر فيها مملكتين شمال وجنوب ويفضلوا يحاربوا في بعض، لا، احنا نوحدهم، نخليهم مملكة واحدة ونطلع نحارب الأعداء بدل ما احنا بنحارب بعض. يبقى وجود وحدة بين المصريين ده عامل مهم جدا عشان تنشأ حضارة مصرية. إقامة الحكومة المركزية يعني ايه؟ اعمل حكومة وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تراعي مصالح الشعب، تراعي مصالح الشعب. رقم 4 الكفاح المصري. لو الحاكم عايز يعمل حضارة لوحده او عايز يعمل اي تقدم في البلد والشعب بتاعه ما ساعدهوش، عمره ما هينجح. فلازم تكون الجهود متواصلة ما بين الحاكم وما بين الشعب عشان تنشأ حضارة. يبقى تاني العوامل البشرية: أول حاجة الجيش، وجود جيش قوي يحمي البلاد. الوحدة، وجود وحدة بين المصريين. إقامة الحكومة المركزية لترعى مصالح الشعب. الكفاح المصري، هنتكلم عن الجهود المتواصلة التي أدت إلى نشأة هذه الحضارة، سواء من الحكام أو من الشعب نفسه.